زي ما عودناكم دايما في المستديرة بنكون معاكم في قلب الحدث وننقل لكم كل جديد في عالم الكورة. النهارده هنتكلم عن مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس، بس الأول اعمل لايك واشتراك للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بعد انتهاء معسكر مغلق في مدينة بوردو لعب فيه المنتخب الوطني مباراتين، تعادل في الأولى مع أوكرانيا 1-1 وفاز في الثانية على العراق 2-1. اتجهت بعثة المنتخب إلى مدينة نانت الفرنسية وسط استقبال رسمي من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024. والجدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لأولمبياد باريس بعد ما حصل على المركز الثاني في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة اللي اتلعبت في المغرب، والمنتخب المغربي حقق فيها المركز الأول. وختم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي تدريباته يوم الثلاث في مدينة نانت الفرنسية استعدادا لمواجهة منتخب الدومينيكان في افتتاح مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس 2024. بطولة هتتلعب على أراضي باريس وتتذاع على قناة بين سبورت HD1 بتعليق علي محمد علي، وفي 3 قنوات مجانية مفتوحة على نايل سات هتنقل مباريات مصر. 1. القناة المغربية الأولى تردد 12207 استقطاب فيرتيكال. 2. أعلنت الجزائرية الشبابية إذاعة المباراة تردد 11679 استقطاب فيرتيكال، والمباراة أيضا هتنقل على الرياضية المغربية الرياضية أولمبيكس 2 تردد 11515 ومعدل الترميز V27500. الفراعنة بيتنافسوا في المجموعة الثالثة من البطولة ومعاهم إسبانيا وأوزبكستان ومنتخب الدومينيكان. مجموعة من وجهة نظري شايفها سهلة تقدر مصر تصعد فيها، ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي المنتخب لعب أولى مبارياته في البطولة اللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد منتخب الدومينيكان على ملعب لابوغوار، واللي خلصت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. تعادل تحتل بيه مصر المركز الثاني بنقطة وأسبانيا تخطف الصدارة ب3 نقط. وبالنسبة لتشكيل المنتخب المصري في مبارياته الأولى كان بطريقة 4-3-3. حارس مرمى حمزة علاء، خط الدفاع عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس. خط الوسط محمد النني، محمد شحاتة، أحمد عاطف. وخط الهجوم إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو. وعلى الدكة كان موجود علي الجبري وزياد كمال ومصطفى سعد ومحمد طارق وبلال مظهر. هل بعد ماتش النهاردة ده ممكن روجيرو ميكالي يعيد حساباته ونشوف في الماتشات الجاية تغييرات يحسن بيها من الأداء؟ بعد ماتش الدومينيكان يكون فاضل ماتشين مع أوزبكستان، وده هيكون الساعة 6 مساء يوم السبت 27 يوليو وهيكون في ملعب لابوغوار، ومع إسبانيا الساعة 4 العصر يوم الثلاث 30 يوليو على ملعب بورتو. أما عن الفرق المشاركة في البطولة فالمجموعة الأولى فيها فرنسا والولايات المتحدة وغينيا ونيوزيلندا، والمجموعة الثانية الأرجنتين والمغرب والعراق وأوكرانيا، والمجموعة الثالثة فيها أوزبكستان وإسبانيا ومصر وجمهورية الدومينيكان. أما المجموعة الرابعة صديقي فيها اليابان وباراغواي ومالي وإسرائيل. مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بدأت الأربعاء 24 يوليو وهتستمر لحد 9 أغسطس. ده كان ملخص بسيط لاستعدادات منتخب مصر الأولمبي لمشوارها في البطولة، ويبقى السؤال: هل هيحقق المنتخب الفوز وتكون البطولة دي من نصيبه؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات وتابعونا دايما على قناة المستديرة علشان تعرفوا كل جديد وتفاصيل أكتر.